أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. نشارك معكم حريشات الفطور او الكوتي صحيين كتير. بسم الله. ناخذ المقادير. وضعت هنايا في قصريه كأس شاي دقيق الخروب، كنطحنوه جيدا كنخلوه، معلقه صغيره كمون حبوب، معلقه صغيره كرويه، نصف ملعقه صغيره سانوج، معلقه صغيره حبه الحلاوه، ومعلقه صغيره حب الرشاد، 2 معالق كبار جنجلان كنصهدوه وكنطحنوه، معلقه صغيره زريعه الكتان، معلقه صغيره حبوب تشيا، ومعلقه صغيره نتاع النافع، معلقه صغيره الزعتر، وشويه ديال الملحه. ما نكتروش الملحه، ما نوضعوش السكر او العسل بلاش، باش كيطيبوا على المهل وكيطيبوا لداخل. كأس كبير بالبوله كنبخروها القليل فقط، او كنوضعوا عليها الماء مغلى ليله كامله على حسب الاختيار. كأس كبير سميده متوسطه نتاع الحرشه، وكأس نتاع الدقيق الكامل بالنخاله ديالو الحمراء. كأس كبير كنخلط جيدا حتى كيندمج الكل، وكنوضع كأس شاي زيت الزيتون كنخلط، كنبسها مزيان، كنخلط جيدا مع زيت الزيتون. عاد كنضيف الماء. كتلاحظوا هنايا وضعت 2 كيسان غادي نخلط، وإلا كان خاصني الماء كنضيف شويه، كنخلطوها باطراف الاصابع، خصها تكون شويه سائله. كنغطيها ونخليها 10 دقائق او 20 دقيقه حتى كتشرب وكتعقد شويه. وضعتها هنايا في السميده، عملتها دوائر على حسب الغطاء ديال الشكلاط، او كتاخذوا اي قياس اللي حبيتو نتوما. عملت هنا البلاستيك وكنطلقها، كنوضعها على بلانشا او المقله نتاع وجده على حسب الاختيار. غادي نستمر حتى نكمل الحريشات كاملين بهذه الطريقه. كما كتلاحظوا وضعتهم على بلانشا، هاد البلانشا كتاخذ لي هاد القياس كامل. عملت لهم ثقب في الوسط وكنوضعهم على النار متوسطه. انا كتلاحظوا ما عملتش العسل وما عملتش السكر، حتى الخميره ما كنعملهاش. هاد الحريشات صحيين كيطيبوا على نار متوسطه، كيطيبوا من التحت وكنقلبوهم وهما طريين باش كيرجع الوجه املس وكياخذ واحد اللون ذهبي. كنطيبوهم على المهل وكنقدموهم كما كتلاحظوا كيجيو رائعين ولذاذ وصحيين. بالنسبه احنا كنبغيوهم شويه مقرمشين، هادو كيجيو الطبقه الفوقانيه مقرمشه والداخل كيجيو بحال الكسكس. قسمت لكم هنا وحده كيجيو هشاش ولذاذ، واخا ما عملتش الخميره راني عملت زيت الزيتون، كيجيو مقرمشين وهشاش. الا بغيتوهم يجيو بحال الخبز كتعملوا معلقه صغيره ديال الخميره فوريه. نتوما على حسب الاختيار، حنا هكا كنبغيوهم مقرمشين وهشاش. عملت شويه ديال العسل كتقدموهم مع املو، كيتواتاو بزاف مع املو وبصحه والراحه. بالنسبه للاخوات اللي كيخدموا العاملات ممكن تحتفظوا بهم في المجمد، وكتاخذوا غير القياس في الليل. في الصباح كتسخنوا غير الفران، كتطفيولو، كتوضعوا الحريشات في الفران فقط كيكون سخون، وكتقدموهم كانكم صيبتوهم في الحين، او كتعملوهم في اير فراير وكتقدموهم بالصحه والراحه. صحيين حتى الوليدات كيحبوهم، يعملوا فيهم الشكلاط. ندوزو نصايب معكم بانكيك. بسم الله. عندي هنا في المقادير 2 كيسان ديال الحليب، الكيسان ديال الشاي، 3 كيسان ديال الدقيق والفاني، شويه ديال الشكلاط للتزيين هي والقرقاع اختياري او الجوز، 16 غرام خميره الحلويات، 2 معالق كبار الزبده كندوبها ونخليها حتى كتبرد شويه، 2 بيضات كبار. ندوزو للطريقه. كنوضع في الغراف ديال العصير الجوز او القرقاع، وكنضيف 2 كيسان تاع الحليب كامل الدسم، كنضيف 2 بيضات كبار، كنضيف معلقه صغيره فقط نتاع السكر. ما تكتروش السكر في بانكيك كيطيب بسرعه. الا كترنا السكر بالاحسن ما نوضعوهش كاع، او نوضعو معلقه صغيره ما نملؤوهاش. كنضيف الدقيق، انا وضعت هنايا 2 كيسان، والكاس الثالث غادي نخليه حتى نخلط هذا، او كتوضعوه غير في الاناء وكتخلطوا بلي فوي ديال اليد.
غادي نطحن جيدا حتى كيطحن هذاك الجوز او الكركاع، كيندمج الخليط دقيقة فقط. كما كتلاحظوا راني طحنت الخليط. كنضيف الكأس الثالث وكنضيف 2 معالق ديال الزبده مذوبين كبار، الزبده البلديه بالاحسن، وكنضيف خميره الحلويات 14 غرام او 16 غرام. غادي نخلط هذا الخليط. كنضيف الفاني، استعملوا اي فاني عندكم. كنطحن حتى كيندمج. الا جاكم هنايا الخليط عاقد كتضيفوا القليل من الحليب، خصو يكون سائل. كنأكد هاد بانكيك خصو يكون سائل. كنوضعو هنايا في اناء، غادي نغطيه ببلاستيك ونخليه يرتاح 10 دقائق. من بعد ما دازت 10 دقائق كنحركوه جيدا، وكناخذوا المقلاة نتاع بانكيك، اي مقلاة عندكم كنسخنوها جيدا وكنوضعوا البانكيك في المقلاة. كما كتلاحظوا كيكون سائل باش كيجي هشيش وكيجي لذيذ. كنوضع هنايا شويه رقيق. غادي نزينو بحبيبات نتاع الشكلاط. بالنسبه للجوز انا راني طحنته مع الخليط، بغيتو تخليوه هنا في الاخر كتزينوا به على حسب الاختيار. مي كنطحنوه كيستافدوا به الاطفال اكثر. وضعت هنا المقلاة على النار كطيب، نار مهيله. كنأكد خصنا نقصوا النار باش كيطيب على المهل. هاني قلبته وغادي نقدموه. كيجي رائع وكيجي لذيذ والوليدات كيحبوه كتير. ها هو الشكل النهائي نتاع بانكيك، كيجي ما شاء الله. كتقدموه للوليدات مع الشوكولات او العسل او املو صحي بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوا الحريشات والبانكيك ويعجبكم. راه وصفات ناجحه باذن الله. ما تنساوناش اللايك والبارطاج لتعم الفائده. نشكركم على المشاهده. في امان الله وحفظه. صلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد صلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد صلت